50 حبه بنيون، الوصفه اللي معتمدتها منذ سنوات ومستحيل نبدلها. اربحوا معايا نديروه كيف كيف يجيكم مشمخ مقرمش وبزاف بنين. مستحيل تشوفوا هذه الوصفه وما تعودوهاش. تبعوا معايا. الحاجه الاولى نخلط كيلو مكسرات محمصين ومرحيين، انا استعملت غير الكاوكاو، ونزيد لها كيلو تاع بسكوي رحوها مليح الكيله الاولى، والكيله الزوجه رحوها في الخشي، ونزيد لها كيلو تاع قفريط مرحي، واستعملوا القفريط اللي تكون فيه شوكولا بنينه، وكيله معمره تاع حلوه الترك، استعملوا الذوق اللي حبيتوه، واكيد راح نستعمل معاكم حلوه الترك تاع شهر. ونزيد لها مغرفه معمره تاع الزبده اللي يلزم تكون طريه، ما تذوبوهاش باش تحافظوا على القرمشه لاطول مده ممكن. ونضمها بكريمه الفول السوداني، تقدروا تستعملوا بطاطا تختيني شوكولا ولا نوازيت الذوق اللي حبيتوه، مع كيلو فايتين وزوج مغارف كبار تاع الكاكاو، استعملوا الكاكاو البني. العجينه ديالكم يلزم تكون بهذا الشكل، ما تكونش طريه وما تكونش ناشفه حتى ما تقدروش تفاصونيوها في يديكم. مباشره نروح نشكل كريات، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، انا نوزن كل وحده 24 غرام. واكيد تقدروا تستعملوا القوالب اللي حبيتوهم، انا حبيت ندير بنيون بالشكل كلاسيكي. ودوكا ما بقى لنا غير نديروا الكلاصاج بهذه الطريقه، نخلوهم ينشفوا وسلهم شويه زيكزاك تاع الشوكولا من الفوق، والبنيون ديالنا راهو واجد. جربوه بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر. ودوكا باش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها، شهيه طيبه والسلام عليكم.